أرحب حاليا عبر الهاتف بأستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن الدعجو. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم ومساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. لربما هذه الأزمة تتجه نحو التصعيد بشكل أكبر. الاتحاد الأوروبي صرح اليوم بأنه لا مخاطر فورية على الطاقة النووية، إذ قطعت النيجر إمدادات اليورانيوم. هذه تداعيات جديدة في هذه الأزمة. إلى أين يتجه المشهد السياسي برأيك في النيجر؟ أنا باعتقادي أن النيجر قد صرحت بأنها لن تقطع الإمدادات اليورانيوم لغايات الطاقة في الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا، ومن ثم هذه من بعض الرسائل التطمينية للاتحاد الأوروبي بأن ما كان سابقا سيكون مستمرا في اتجاه أعمال الحكومة الانقلابية الحالية، وأن جميع هذه الأمور قد تحسم من خلال التفاوض، رغم أن هناك تهديدات باجتياح عسكري من ضمن مجموعة دول شمال ووسط أفريقيا. لكن بعض الدول التي عارضت هذه الفكرة وبعض الدول هناك متحمسة لهذه الفكرة، وهناك دول أيضا تعارض فكرة العدوان على النيجر من هذا الجانب لأنها تمر بنفس الظروف، وهذا كله عائد بسبب السياسات الغربية التي تعمل على الاستغلال الكبير جدا لموارد الطاقة مثل اليورانيوم والفحم، وإضافة إلى الموارد النفيسة مثل الذهب في اليورانيوم، حيث تعتبر سابع دولة في العالم لإنتاج اليورانيوم. مع ذلك هي تعد من أفقر دول العالم، وللمفارقات العجيبة أنها تصدر الذهب وتصدر اليورانيوم والفحم. بنفس الوقت هي من أكثر الدول التي بحاجة إلى مساعدات، حيث بلغت مساعدات الدول الغربية لها المساعدات الإنسانية ما يقارب 2 مليار سنويا، وهذه التناقضات التي يقودها الغرب في كثير من دول أفريقيا أدت بالنهاية إلى تنامي الوعي القومي لدى الشعوب الأفريقية، خصوصا في مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى والآن النيجر، ومرشح هناك دول كثيرة في هذا الجانب، إذا ما اعتبرنا أن كل هذه السياسات ترفض السياسات الغربية وتميل نحو سياسات الاتحاد الروسي، والتي ساهمت وساعدت مجموعة فاغنر في تغيير الأنظمة السياسية فيها. حتى الآن لم يثبت أن فاغنر شاركت في هذا الجانب، لكن باعتقادي أن هناك مؤشرات تدل على اتجاه هذه المجموعة الانقلابية تجاه موسكو. نعم. إذن دكتور حسن، ما مستقبل هذه الأزمة؟ إذ كنا نتحدث عن أزمة النيجر، نتحدث عن نية فرنسا بالتدخل العسكري، فصائل ترفض وجود فرنسا العسكري وبعض الفصائل ترحب بالوجود الروسي، واشنطن قلقة إزاء هذه الأزمة. إذن ما مستقبل هذه الأزمة على المنطقة؟ وأتحدث الدول المجاورة للنيجر الجزائر التي بدأت بإثارة المخاوف من خروج العصابات وخروج أيضا الإرهابيين والمهاجرين إلى الجزائر. أنا باعتقادي أن فرنسا تراجعت عن هذه التصريحات، وآخر واحدة التقارير تقول بأن فرنسا لن تقوم بعمل عسكري في النيجر، لكنها قد تدعم عمل عسكري في هذا الاتجاه من الدول المجاورة، خصوصا دول إيكواس. لكن بعض الدول ومنها الجزائر وليبيا وتشاد ومالي رفضت التدخل العسكري المباشر وفتحت حدودها مع النيجر، وهذا يدلل على أن القبول بالأمر الواقع بدأ يأخذ مجراه في المحيط الأفريقي، وثم سينتقل هذا إلى الاتحاد الأوروبي. بعض الدول أخلت رعاياها المدنيين، لكن فرنسا أبقت على قواتها الفرنسية موجودة في النيجر، لكنها لن تكون لها هذا التأثير. لديها قاعدة، ليس لديها قاعدة، وإنما القوات الفرنسية هي ضمن القوات النيجيرية. التدخل الفرنسي دكتور حسن، التدخل الفرنسي لم يكن أو لم تعلن فرنسا عن نيتها للتدخل الفرنسي إلا لمصالح فرنسية في النيجر. نعم، هي في البداية أعلنت عن التدخل، ولكن عادت وقالت بأنها لن تقوم بعمل عسكري، وأن لها ما يقارب 1200 جندي فرنسي موجودين ويتبعوا لقيادات قوات جيش النيجر وليسوا مستقلين عنها. إضافة أن هناك قاعدتين أمريكيتين موجودة في النيجر. أنا لا أعتقد أن فرنسا ستقوم بعمل عسكري تجاه هذا، لكنها قد تدعم هذا العمل العسكري إن كان
تم توافق عليه من الدول الافريقيه المحيطه، وانا باعتقادي ان عقد الدول الافريقيه سيتفسخ، ولن تقوم الدول الافريقيه بمجابهه او معاداه النيجر، لان النيجر ستدافع عنها، وهناك دول لن ترضى بوجود حرب على حدودها مثل الجزائر وتشاد ايضا، وهذا يدلل على ان جميع الجهود ستتجه الى الحل السياسي والتفاوض السلمي والقبول بالامر الواقع، ومطالبه القوات العسكريه باطلاق سراح الرئيس الحالي، او من ثم الانتقال حسب ما تدعي المجموعه الانقلابيه بان هناك تظاهر امني الى نقل السلطه الى سلطات مدنيه لاحقا، كما حصل السيناريو اللي حصل في السودان، وللاسف الشديد لم تنتقل السلطه الى المدنيين، وبالتالي اصبح الاحتراب والاقتتال العسكري بين الاطراف العسكريه في السودان. هذه سيناريوهات يعني تدلل على ان الوضع في افريقيا هناك تنافس، هناك تراجع للنفوذ الفرنسي، تراجع للنفوذ الامريكي الغربي في القاره الافريقيه لصالح النفوذ الروسي، رغم ان روسيا لم تعلن انها تدعم هذا الانقلاب او لها يد في هذا الانقلاب، لكن هناك مؤشرات بان رئيس النيجر رفض حضور القمه الافريقيه الروسيه، ومن ثم بعدها بايام تم هذا الانقلاب. وهناك من يربط بين علاقه انه رفضه لحضور القمه الروسيه الافريقيه وبين تدخل فاغنر في هذا المجموعه، لكن لا يوجد مؤشرات تدلل على ان فاغنر كان لها يد في هذا الانقلاب. نعم. إذن أود أن أشكرك أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن الدعجة على هذه التفاصيل.